يا سلام بقى لمّا نكون عايزين نفطر كده حاجة جميلة كده وتفتح نِفسنا، أو بالليل كده والدنيا ساقعة وعايزين نعمل حاجة كده تدفّينا. بُصّوا بقى أسهل حاجة وأسرع حاجة خطيرة، كيس صلصة مثلًا والّا كيس طماطم مفرومة من التلاجة، أو نفرُم شوية طماطم نحطّهم على النار، عليهم شوية زيت، عليهم شوية ملح وفلفل، وخلاص على كده. عايزين ندلّعهم ممكن نحط عليهم كمان إيه، قرص مرقة دجاج. حلو كده. نيجي بقى للي بعد كده إن شاء الله. هنعمل بقى كشري سريع كده. بُصّوا، مش عايزة أقول لكم، خطير، خطير. الله يرحمها أمي هي اللي كانت بتعمله لنا، كنت دايمًا باطلبه منها. جميل كده وبُصّوا بيدفّي جامد في الشتا، تحسّي كده إن جسمِك كُلّه سِخِن يعني. بُصّوا عندنا بقى المكرونة طبعًا والشعرية على حسب ما أنتِ عايزة. أنا عن نفسي باحط الاتنين قد بعض، يعني نُص كيلو مكرونة صغيّرة، نُص كيلو شعرية، نُص ربع كيلو وربع كيلو، تمام. هنحمّر بقى المكرونة شوية كده في معلقتين زيت لحد لمّا لونها إيه، يدخل على الدهبي كده شوية، وبعد كده هاحط الشعرية. ليه بقى؟ لإن الشعرية بتتحمّر بسرعة، مش بتاخد وقت زي المكرونة الصغيّرة دي. المكرونة دي أصغر نوع مكرونة، بتبقى جميلة جدًا في الكشري ده. هاكمّل بقى بقية تحمير المكرونة مع الشعرية، هنحمّرهم كويس. وبعد كده بقى هنعمل إيه، هنطشّهم بمَيّة مغلية. الأول معلش sorry. دول بقى بُصّوا يعني نُص كوباية رُز غاسلينها كويس ومصفياهم هاحطّهم مش هنحط رُز كتير، هي نُص كوباية بس. هو بيبقى الكشري ده الغالب فيه الرُز sorry المكرونة والشعرية. يعني أنا حاطة نُص كيلو ونُص كيلو والرز ده نُص كوباية رز. هاحط عليهم بقى الملح بتاعهم، وهاحط قرص مرقة دجاج، وهاطشّهم بقى إيه بمَيّة مغلية، وهاسيبهم بقى إيه يتشربوا مع بعض ويستووا زي ما بنسوي كده إيه الرز العادي بتاعنا، تمام. هنعمل بقى هنا عندنا شوية دقة، عندنا إيه معلقتين مع نُص معلقة توم، ونُص فنجان ليمون، نُص فنجان خل، وملح وفلفل وكمون وكزبرة. وهنحط إيه، عندنا بقى مَيّة مغلية وهنقلّبهم كويس. دي دقة زي بتاعة الكشري بتاعة المحلات كده، هُم بيعملوها كده بالطريقة ديّة. الشطة بقى عندنا برضه أنا باحط شوية شطة عليهم شوية مَيّة مغلية، وبعد كده بازوّد بقى إيه، من الصلصة اللي أنا عاملاها برضه بتبقى خطيرة وطعمها خطير، بتبقى حلوة أوي، أوي. حتى لو المكرونة العادية برضه باعملها كده، تمام. هاغرف بقى أنا بقى كان عندي بقى إيه كمان، اللي بيخلّيها بقى أجمل وأجمل بقى كمان الحمص الشام. أوكي. أنا بقى بُصّوا في بيحب ياكل الكشري ده كده عليه يا دوبك صلصة بس، وفي بيحب يحط حمص شام على الكشري ده. أنا عن نفسي من الناس اللي باحب إن أنا إيه، أغرّقه حمص شام واخلّيه كده عايم في مَيّة الحمص. بيبقى تحفة، تحفة، بيبقى خطير بجد وجميل أوي، أوي. في الجو ده لازم تجرّبوه وسريع ما بياخدش وقت، وحتى الصلصة بتاعته برضه سريعة كده مش بتاخد وقت. هيعجبكم أوي وهيعجب كمان الولاد. بُصّوا أنا باحب أغرّقه بقى كده وأغرّقه شطة، بيبقى طعمه رهيب. بجد لازم تجرّبوه، حلو أوي، أوي.